شفت ماتش مصر اللي فات؟ فين مصطفى محمد؟ ده ماتش مصر هيبدأ دلوقتي. خليني كده افتح اشوف التشكيل. ايه التشكيلة دي؟ فين مصطفى محمد؟ فين مصطفى محمد يا عميد؟ فين مصطفى محمد يا حسام؟ الماتش هو شغال، إصابة مرموش كده. مصطفى محمد هينزل بقى. أسامة فيصل. فين مصطفى محمد؟ مصطفى محمد يا حسام. استنى مصطفى محمد نازل، مصطفى محمد نازل. ايوه بقى، ايوه اول هجمة حلو. ايوه مصطفى، حلو صالح دي مصطفى، اول لمسة جون، اول لمسة جون. ايه ده؟ ايه ده؟ حلو اديها مصطفى مساحه، اديها مصطفى مساحه، هيخلص هنتأهل كاس عالم. يا مصطفى ده، يا مصطفى حلو عرضه، هيلمسها لمسه، هي لمسه جون، لمسه هنتأهل، مصطفى. مش مصطفى يا حسين، ليه مش مصطفى؟ عارف ان الناس كتير هتهاجم مصطفى محمد، بس انا شايف ان السبب في كل ده هو حسام حسن. ليه مش مصطفى محمد يا حسام؟ في ماتش مصر الاولاني ضد اثيوبيا استغربنا جدا ان حسام حسن قرر يقعد مصطفى محمد الاحتياطي، وكمان في الماتش الثاني بعد اصابه مرموش وقلنا مصطفى محمد نازل، لقينا برضو حسام حسن ينزل اسامه فيصل، مصطفى محمد يفضل بره. نزل ضيع 3 جوان محققه، 3 فرص او منهم على الاقل فرصتين محققين. الفرصه الاولانيه اخطا بالقرار. كل ده بسبب مين؟ حسام حسن ما قرر يقعد مصطفى محمد احتياطي كسر مقاديفه، حطم معنوياته، بقى لعيب ما عندوش امل، فقد الشغف لما نزل، ما كانش مستعد نفسيا، بالتالي ضيع 3 فرص دول. صب عشان بس ما حدش يفهمني غلط. كل الكلام اللي فات ده انساه خالص. دلوقتي بقى الكلام اللي بجد، ليه مش مصطفى محمد؟ اديكوا عرفتوا ليه مش مصطفى محمد. مصطفى محمد لعيب حتى مع نانت بيشارك بشكل مستمر. حسام حسن بالنسبه له اهم حاجه اللعيب يكون بيشارك. ماشي، متفق معاكم ان اسامه فيصل ممكن مستواه مش احسن حاجه، ممكن هتقول لي بقى ده فرق واحد محترف واحد احتياطي وكده، بس انا الماتش ده حسام حسن كان بادئ صح. لما بدا بمرموش الماتش احنا هندافع، هيبقى عايزين لعيب قدام عنده سرعات، كورته حلوه. اللعيب اللي عنده سرعات وكوره حلوه مرموش اتصاب، فقرر حسام حسن ان هو برده ما ينزلش مصطفى محمد وينزل اسامه فيصل. انا كنت متفق مع حسام حسن، اسامه فيصل بينزل يدافع اكتر، اسامه فيصل كورته احسن، اسامه فيصل كمان بيضغط اكتر من مصطفى محمد اللي هو التقيل شويه. مش تقيل دي حاجه وحشه، بس هو اسلوبه كده واسامه فيصل اسلوبه كده. هو قرر يلعب اسامه فيصل، وانا شايف ان هو كان حاجه منطقيه. وليه بقى مش مصطفى محمد؟ عرفناه اكتر في الماتش. المفروض ان هو يبقى اهم ماتش في التصفيات، من اهم الماتشات في تاريخ مصر، ماتش ممكن يأهل مصر للمونديال المره الرابعه في تاريخها. المفروض مصطفى محمد، المفروض كل اللعيبه، اشوف مش عارف القايمه كام لعيب، 21 لعيب ولا كام لعيب، المفروض كل اللعيبه تكون جاهزه، كل اللعيبه جاهزه معنويا، جاهزه نفسيا. ماتش زي ده يعني اي لعيب هيكتب اسمه في التاريخ. تخيل مصطفى محمد كسب مصر النهارده، كلام هيروح ناحيه ثانيه. هو حسام حسن ازاي معاده وازاي مصطفى محمد هو اللي اهل مصر. انت متخيل الكلام كان ممكن يروح فين؟ بس للاسف حتى لو حسام حسن مش بيلعبك، حتى لو حسام حسن مستقصدك، حتى لو حسام حسن شوف انت عايز تقول ايه، معادك احتياطي، المفروض ان انت ما تبقاش نازل اللي هو اللعيب المقموص، اللعيب اللي متضايق ان هو مش بيلعب. المفروض تكون نازل قراراتك جاهزه، قراراتك عارف انت هتعمل ايه. اول كوره دي مصطفى محمد يعني تقريبا ما صدقش نفسه، الكوره جات له كان ممكن يعدي كده ويديها ار2، يا اما كان ممكن يديها بشماله، سهله جدا، اي حاجه زي ما تيجي. بس في الاخر اتاخر وقرر ان هو يشوط، بعد كده اتاخر، بعد كده قرر ايه، يديها وش رجليه لصلاح، اللي هو ايه ده محمد صلاح يضيع زي ما هو يضيع، الناس هتتكلم عليه انا ماليش دعوه. دي اول كوره. تاني كوره يشوط، شاطها بالعرض ولا معرفش كان بيبوظيها ولا قلشت ولا ايه. تالت كوره كان ممكن يلمسها لو كان مستعد، لو كان متوقعها اكتر كان ممكن يجيبها جون. فتخيل ما بين لعيب كان ممكن يكسب مصر وممكن يكتب اسمه بالتاريخ، عشان ماشي انت مش بتلعب اساسي، بس المفروض تكون جاهز معنويا، جاهز نفسيا للماتش ده اكتر من كده. بس مع كل ده للاسف منتخب مصر اتعادل ماشي ضد بوركينا بره ارضنا وكده. النتيجه دي في مصلحتنا الماتش ده، ان شاء الله الماتشات الجايه هنتاهل. بس ده اللي انا بتكلم عليه. الناس ليه مش مصطفى محمد يا حسام يا حسن؟ ليه مش مصطفى محمد يا عميد؟ ادينا عرفنا ليه مش مصطفى محمد، واتمنى ان هو يكون جاهز في الماتشات اللي جايه اكتر معنويا وجاهز نفسيا، حتى لو مش اساسي. المفروض لما هو يكون على الدكه وجاهز ان هو ينزل في اي وقت، ان هو عارف ان هو هيخدم منتخب مصر في اي وقت، ان شاء الله لو ثانيه واحده، وقتها كان الوضع كان هيتغير كتير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وجديد شديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.